السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة يومك مع مروة احلى. هنعمل مع بعض النهاردة اجمل واحلى صينية مكرونة بشاميل. ما شاء الله كان طعمها خطير جدا، وعملناها بكل سهولة وكل بساطة وما خدتش مننا وقت خالص. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين المكرونة طرية معايا جدا، وكان طعمها ما شاء الله مش قادرة اقولك، كان طعمها خطير جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ ونشوف هنعمل مع بعض أحلى وأجمل صينية مكرونة مع بعض ازاي. أنا كده عندي أول حاجة هبتدي بيها، هبتدي إن أنا أعصج اللحمة الأول. جبت طاسة حطيتها عندي على البوتاجاز ونزلت فيها بمعلقتين من السمنة زي ما انتوا شايفينهم بالطريقة دي. طبعا لو حابة ان انتوا تعملي بزيت برضو مفيش مشكلة، لو حابة ان انتي تعملي بزيت على سمنة برضو مفيش مشكلة، بس ما شاء الله السمنة فرقت معايا في طعم اللحمة. ما شاء الله كان طعمها جميل جدا. بعد كده بقى دول عندي 3 بصلات كبار زي ما انتوا شايفينهم كده، قطعتهم تقطيع صغير. وبعد كده بقى نزلت بالبصل على على السمنة، وهبتدي بقى ان انا اقلب فيها كويس جدا لغاية لما البصلة تدبل كده معايا. انا مش عايزة البصلة تاخد لون ولا حاجة، يا دوب بس البصلة هتدبل كده معايا اهو زي ما انتوا شايفينهم بالطريقة دي. ما شاء الله كمية البصل طلعت حلوة جدا على كمية اللحمة. انا عندي نص كيلو من اللحمة. طبعا لو حابة ان انت تكتري البصل برضو مفيش مشكلة، تبع راحتك انت. لو حابة ان انت تقللي البصل برضو تبع راحتك انت. وبكده ما شاء الله البصلة يعني دبلت كده معايا في السمنة. وهبتدي بقى ان انا انزل عليها باللحمة المفرومة. ده نص كيلو من اللحمة المفرومة زي ما قلت لكم. وهبتدي بقى ان انا اقلب كده اللحمة مع البصل كويس جدا لغاية لما لون اللحمة يتغير معايا. وبكده ما شاء الله لون اللحمة اتغير معايا زي ما انتوا شايفينها بالطريقة دي. طبعا ما شاء الله كمية اللحمة مع كمية البصل طلعت الكمية حلوة جدا، يعني يدوب البصل على كمية اللحم اهي زي ما انتوا شايفينها بالطريقة دي. بعد كده بقى هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الثوم المهروس. ما شاء الله بيفرق معايا في الطعم وبيفرق معايا في الريحة، بتخلي ريحة اللحمة جميلة جدا اهو. كده انا بقلب بقى البصل مع اللحمة مع الثوم بالطريقة دي. بعد كده بقى هبتدي بقى ان انا احط عليها قرنين من الفلفل الاخضر وقرنين من الفلفل الاحمر. ما شاء الله بتفرق في الطعم وبتفرق في اللون اهو. تمام كده انا كده بقلب الفلفل مع اللحمة كويس جدا. بعد كده بقى هبتدي ان انا احط على اللحمة البهارات. انا كده حطيت اول حاجة نص معلقة صغيرة من الملح، وبعد كده حطيت معلقة صغيرة من السبع بهارات، وحطيت ربع معلقة صغيرة من القرفة المطحونة. ما شاء الله القرفة بتخلي لها طعم حلو جدا وبتخلي لها ريحة حلوة جدا اهو زي ما انتوا شايفينه. طبعا انا بقلب كل التوابل اللي انا حطيتها مع اللحمة كويس جدا. وبعد كده بقى هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر على الكمون، وهقلبهم مع بعض برضو كويس جدا. وبعد كده بقى هنزل عليهم بمعلقتين من الصلصة. طبعا الصلصة دي بيتي، انا مش حطيت صلصة جاهزة ولا حاجة. ما شاء الله الصلصة دي انا عاملاها في البيت. ما شاء الله بتفرق بقى في الطعم وفي اللون بتاع العصاج بتاع اللحمة. ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها بالطريقة دي. وبكده ما شاء الله نكون خلصنا بقى احلى واجمل لحمة عصجناها كده مع بعض زي ما انتوا شايفينها بالطريقة دي. ما شاء الله لونها حلو جدا وريحتها كانت جميلة جدا.
بعد كده بقى هجيب عندي المكرونة دي اسمها مكرونة قلم او مكرونة مقصوصة. طبعا احنا عندنا بنقول عليها مكرونة قلم. دول كيسين مكرونة، الكيس 300 جرام. بعد كده بقى حطيت حلة عندي على البوتاجاز وهبتدي ان انا اسلق المكرونة. حطيت حلة فيها شوية من المية وعليها معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين من الزيت، وهقلبهم كده مع بعض لغاية لما المية تبتدي ان هي تغلي معايا. هنزل فيها بالمكرونة اهو ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها بالطريقة دي. انا بقلبها كويس جدا. وبعد كده بقى سلقنا المكرونة. وطبعا انا مش سلقت المكرونة سلق كامل، لا سلقتها نص سلقة عشان خاطر انا عايزاها تكمل سواها في البشاميل. اهو ما شاء الله زي ما بوريكم كده المكرونة اهي، انا مش سلقاها سلق كامل اهي ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها. بعد كده بقى هنيجي عشان خاطر نعمل البشاميل. انا كده عندي حلة على البوتاجاز هنزل فيها ب5 معالق من السمنة. لو حابة ان انت تحطي زيت على سمنة ماشي، بس انا عملتها بسمنة ما شاء الله طلع طعمها جميل جدا. حطيت 5 معالق من السمنة، هنزل عليهم ب5 معالق من الدقيق زي ما انتوا شايفينهم كده. يعني كل معلقة سمنة عليها معلقة من الدقيق. ما شاء الله الكمية طلعت حلوة معايا وطلعت جميلة جدا. طبعا انا ما زودتش دقيق تاني ولا حاجة، هما ال5 معالق سمنة عليهم 5 معالق من الدقيق. طبعا انا بقلب الدقيق كويس جدا مع السمنة، مش بقلب كده وخلاص، لا بقلب فيها لغاية لما الدقيق يستوي معايا كويس جدا. وبعد كده بقى يعني لما احس ان ريحة الدقيق طلعت كده مستوية معايا، هبتدي بقى ان انا انزل عليهم بنص كيلو من اللبن اهو زي ما انتوا شايفينهم بالطريقة دي. ايد بتفضي اللبن وايد بتقلب البشاميل كده مع بعض بسرعة عشان خاطر ما يكتلش معايا. اهو ما شاء الله زي ما انتوا شايفين القوام طلع كريمي جدا. بس انا حسيت عندي ان يعني البشاميل حسيت ان هو تقيل كده معايا، فطبعا كان عندي شوربة. نزلت عليهم بكوباية من الشوربة ما شاء الله فرقت معايا في الطعم. وكان طعمها جميل حلو، كان طعمها جميل جدا. اهو كده انا بقلب البشاميل كويس جدا، ما تخافوش مش هتكتل معاكم ولا حاجة. طول ما انتي بتقلبي فيها بالمضرب مش هيحصل لها اي حاجة. طبعا بقى نزلت عليهم بواحدة كده من المرقة زي ما انتوا شايفينها كده. وبعد كده بقى نزلت عليهم بنص معلقة صغيرة من ال7 بهارات. طبعا انا ما بكترش بهارات عليها ولا بكتر توابل، لان انا مش عايزة لون البشاميل يبقى غامق معايا. كده ما شاء الله بقى البشاميل جاهز معايا زي ما انتوا شايفينه بالقوام والجمال ده. بعد كده بقى هركن بقى البشاميل عندي على جنب، وجبت المكرونة قسمتها نصين زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا اول نص كده نزلت عليه بمغرفة من البشاميل الاول وقلبتها مع بعض كويس جدا. وبعد كده بقى جبت عند الصينية اللي هعمل فيها المكرونة ونزلت فيها بمغرفتين من البشاميل بالطريقة دي كده الاول. او بفرد البشاميل في الصينية عندي عشان خاطر انزل عليها بالمكرونة، عشان خاطر لما تبقى جاهزة معايا تبقى المكرونة ماسكة كده من تحت وتبقى جميلة. ده كده اول نص من المكرونة. هبتدي بقى ان انا افرده في الصينية كويس جدا زي ما انتوا شايفينه بالشكل ده. انا بفرده كويس جدا عشان خاطر ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية. وبعد كده بقى هنزل عليه بمغرفة من البشاميل وهقلبها كده مع بعض، يعني هفردها على المكرونة كده كويس جدا. وبعد كده بقى هبتدي بقى ان انا انزل عليها باللحمة المفرومة زي ما انتوا شايفينها بالطريقة دي ما شاء الله. يعني الفلفل فرق في لون اللحمة ما شاء الله وخلى طعمها جميل جدا وخلى لونها حلو خالص اهي زي ما انتوا شايفينها. طبعا انا بفرد، وطبعا بكون يعني بعيدة كده، يعني ببعد عن الحرف بتاع الصينية عشان خاطر اللحمة ما تلزقش معايا في الصينية اهي كده ما شاء الله. طبعا انا كان عندي جبنة موتزاريلا، اديتها كده رشة بسيطة كده من الجبنة الموتزاريلا على اللحمة زي ما انتوا شايفينها كده.
وبعد كده بقى هجيب عند النص التاني من المكرونة البشاميل زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا انا حاطة على المكرونة شوية من البشاميل ومقلباها مع بعض كويس. كده بقى فردت النص التاني من المكرونة، ودول بقى اخر حبة بشاميل موجودين معايا من البشاميل اللي احنا عملناه اهو زي ما انتوا شايفينه. هبتدي ان انا افرده على وش المكرونة كويس جدا. ما شاء الله يا بنات، المكرونة دي طلعت جميلة جدا وطلعت طعمها تحفة، يعني غير اي مكرونة انا عملتها قبل كده. ما شاء الله هتجربوها وهتطلع معاكم ناجحة وهتطلع معاكم جميلة جدا. اهو كده ما شاء الله خلصت بقى فرد البشاميل على المكرونة. وزي ما قلت لكم انا كان عندي جبنة موتزاريلا، طبعا فردتها كده على وش المكرونة عشان خاطر تدينا لون حلو وتدينا طعم حلو. ما شاء الله كانت ريحتها يعني كانت ريحتها قلب الدنيا اهو زي ما انتوا شايفينها. طبعا انا ما حبيتش ان انا احط بيض على وش المكرونه. ما شاء الله طلعت الجبنه احسن من البيض لما نحطه على وش المكرونه. طبعا انا بقى دخلتها الفرن وخدت بقى يعني استوت كده في الفرن وخدت وش حلو خالص من فوق اهي كده. ما شاء الله المكرونه طلعت معايا من الفرن وجميله جدا زي ما انتوا شايفينها كده. ما شاء الله واخده تحميره حلوه جدا من الجبنه اللي احنا حطيناها على الوش اهي. ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها، وطلعت معايا طرية وطلعت معايا جميلة جدا وكان طعمها جميل جدا. طبعا المكرونة البشاميل يا بنات ما بتتاكلش لو هي سخنة. ما شاء الله بتحسي بقى بالطعم وتحسي بقى بالحلاوة والجمال كله لما تاكليها وهي سخنة كده اهي. انا بوريها لكم ما شاء الله طالعة معايا طرية جدا. وبعد كده بقى قطعناها كده مع بعض زي ما انتوا شايفينها. طبعا انا بوريها لكم ما شاء الله مش لازقة في الصينية ولا حاجة. بتطلع معايا بكل سهولة من الصينية. وزي ما قلت لكم المكرونة ما بتتاكلش لو هي سخنة اهي. طالعة طرية وجميلة جدا. ما شاء الله هتجربيها وهتطلع معاكي ناجحة وهتطلع معاكي مظبوطة جدا. وعايزة اقولك بقى لو اول مرة بتشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.